سمعت حالك مرة عم بتقول الأسوأ جاي، الأسوأ قادم. تصحى الصبح حاسس بشي رح يصير، بس بتمر الأيام ما بصير شي. ترجع بتقول كمان مرة تانية الأسوأ قادم، الأسوأ جاي، وبرضه ما بصير شي. وبعد سنين تكتشف انك ضيعت لحظات كتير حلوة من حياتك وانت ناطر الخوف، وحتى الخوف ما اجا. في ناس بتعيش بعقلها أكتر من واقعها، تفكر بالمستقبل وبتنسى اليوم اللي عايشة فيه، بتخاف من شي ما صار وبتنسى تضحك على شي عم تعيشه هلأ، تخسر الحاضر لأنه بتفكر بالمجهول، وهي عم بتفكر بالشي اللي غير معروف. شو الحل؟ الحل بسيط كتير، أكتر مما بتتخيل. الحل إنك تقبل إنك ما رح تقدر تتحكم بكل شيء في الدنيا. الدنيا ما بدها منك تخطيط لكل ثانية، بدها منك بس تعيش اللحظة اللي عايشها هلأ. عيش فنجان قهوتك الصبح من دون خوف، اضحك من قلبك حتى لو ما في سبب كبير، تأمل الهدوء اللي حواليك حتى لو كان دقيقة، وخلي خوفك يتراجع خطوة خطوة. إذا ما حسيت إنك قادر على هالشي، احكي مع حدا قريب منك، لفكرك، لروحك، لقلبك، فضفض. مو ضعف ولا عيب، هالشي هاد جرأة حقيقية، لأنه أقوى الناس مو يلي ما بيخافوا، أقواهم اللي بيعترفوا بخوفهم ويتعاملوا معه. اسمعني منيح يا صاحبي، الحياة ما رح تنتظرك لتخلص قلقك، رح تكمل يا بتلحقها يا بتضيع منها. خلي قلبك يمشي معها مو ضدها، لأنه ما كانت يوم من الأيام عدوك، هي كانت عم بتحاول تورجيك الجمال اللي فيها على الأقل، بس أنت كنت مشغول بتخيلاتك للكوارث. عم تتخيل الكارثة، صدقني اللي جاي مو الأسوأ، اللي جاي ممكن يكون أجمل مما بتتخيل، بس بدك تفتح عيونك وتشوفه. خلينا نعيش اللحظة سوا، بغاط اشتراك، وخلينا نكمل طريق الهدوء والوعي، لأنه القادم مو الأسوأ، القادم هو أنت لما تصالح نفسك. ودمتم